اشهر قصة اختفاء حصلت في تاريخ الجامعات. لو انت طالب في اي كلية ليها علاقة بالاثار او حتى من الناس اللي بتحب الحكايات لازم تسمع القصة دي، لان في تفاصيل صغيرة ساعات بتبان عادية، حتة ورقة وكوباية شاي، رسالة واتساب، لكن في الاخر شوية الحاجات دي هي اللي بتقلب حياة الناس من فوق لتحت. القصة دي عن 3 طلاب في كلية آثار، محمود وسامي وخالد. الحكاية بدأت في سنة تالتة، وأكيد لو أنت عديت في الكلية فأنت عارف إن سنة تالتة هي واحدة من أصعب السنين في الكلية. بيقولوا عليها عنق الزجاجة، اللي بيعدي منها خلاص كأنه اتخرج، واللي بيقع فيها بيفضل مريح شويتين حلوين. ال3 دول ما كانوش شبه بعض في أي حاجة خالص. محمود الدحيح ودايما شايل كشكول وقلم وتحس إن هو شكله كده مريب، هادي ومنطوي، تحس إن هو حلمه الوحيد إن هو يبقى معيد في الكلية. وسامي عكسه تماما، سقط في تالتة دي قبل كده وشايل على كتفه هم ابوه اللي كل شويه يفكره في فشله، عنده عقده من كلمه ساقط، وبقى مستعد يعمل اي حاجه عشان السنه دي تعدي، وافتكر ده كويس قوي، وهو عصبي ومتوتر دايما. اما خالد فهو دمه خفيف وضحكته بتطلع من قلبه، وهو اللي بيعرف يفك اي جو كئيب، كل حلمه انه يتخرج ويفتح محل موبايلات، ملوش في الاثار قوي يعني. صدفه جمعتهم في مدرج واحد، والليالي اللي جت بعد كده خلت اسامي ال3 يتحطوا جنب بعض في اشهر قصه اختفاء حصلت في تاريخ الجامعات. ايوه، ال3 اختفوا، محدش يعرف عنهم اي حاجه لحد النهارده. اول شهرين في السنه عدوا عاديين جدا، زحمه مدرجات ومحاضرات كتير، كل طالب عايش في كوكب لوحده، وكل اللي في دماغهم سؤال واحد بس: هنعدي سنه ثالثه ازاي؟ في وسط الدوشه دي محمود وسامي وخالد ال3 اتصاحبوا على بعض، وكل واحد كان عارف ايه دوره. محمود بيشرح، وسامي بيفضل يزن عشان يذاكروا اكتر، وخالد يستظرف عشان يهون عليهم الدنيا. كانوا زي اي شله، بس ما حدش كان شبه التاني، بس كانوا لزاز يعني. ومن هنا هنروح لشخص واحد بس بيكئب اي طالب ان هو يسمع اسمه: دكتور فوزي. راجل في اواخر الخمسينات، شعر ابيض، ودايما لابس بدله رمادي كئيبه، ملامحه حاده. اي محاضره يدخلها المدرج دايما بيتحول، محدش بيتحرك، حتى النفس يتاخد بصعوبه. العيال بتخاف لحسن يقومهم ويسالهم، لانه كان مشهور بحاجتين: اسئلته اللي محدش بيعرف يجاوبها، وطريقته اللي بتزعل في الكلام. ممكن يقطع طالب في وسط اجابته ويقول له: لا انت مكانك مش هنا، روح حول من الكليه دي، او يطرد واحد عشان اتحرك اي حركه. لكن الغريب بجد كانت نظرته لل3 دول، دايما بيوقف واحد منهم زي محمود مثلا ويساله سؤال يعجزه مع انه الدحيح بتاعه، ولما محمود يقرب من الاجابه يقطعه يقول له: ناقصك كتير. اما سامي فهو ما شاء الله سوابق مع دكتور فوزي قبل كده، فكان كل ما يجي يشوف وشه يقول له: اتمنى تبقى اتعلمت من اخطائك. وما يجي يسال حد زي خالد، فخالد يحاول يلطف الدنيا مع الدكتور شويه ويكسفه ويقول له: المدرج ده للعلم مش للتهريج يا فندي. زمايلهم بداوا ينفصلوا عنهم ويبعدوا عنهم، وتعرف ان ال3 دول مغضوب عليهم من دكتور فوزي. ليه؟ محدش عارف، لحد ما جه اليوم اللي غير فيه كل حاجه. اخر محاضره قبل امتحانات الميد ترم، الدفعه بدات تتقسم لمجموعات عشان يعملوا تقارير ميدانيه. دي كانت حاجه منطقيه ومعروفه في كليه الاثار، ناس في المتاحف، ناس في المكتبات، ناس في الاعمال الميدانيه العاديه جدا، لحد ما جه دور ال3. فوزي بص من فوق نضارته وقال بصوت هادي: محمود، سامي، خالد، انتوا ال3 مع بعض. والتقرير عن الموقع الأثري اللي موجود جنب هرم زوسر. القاعة سادها صمت فوري، المكان ده كان معروف لكل طلبة آثار، معروف انه مقفول بقرار أمني. كلام كتير اتقال عنه، كلام عن حوارات قديمة وتقديم قربان وعن ناس دخلت وما خرجتش. بعد المحاضرة قعدوا على سلم قدام باب الكلية، الشمس كانت بتروح والجو بدأ يبرد، والكلام بينهم كان بيتقطع، كل واحد كان خايف منهم يقول أي حاجة. سامي أول واحد اتكلم وصوته كان مهزوز: يا جماعه المكان ده مقفول. مقفول يعني معناه مش اي حد هيعرف يدخله، هنروح نكتب ايه على بابه من بره؟ احنا مش هنخش اصلا، الراجل ده عايز يسقطنا والله. محمود رد بس قال: دي فرصه محدش خدها قبلنا، لو عرفنا ندخل ونوثق اي حاجه التقرير بتاعنا هيبقى احسن تقرير في الدفعه. خالد رد عليه بسرعه وقال له: تقرير ايه ده؟ بيقول لك المكان ممكن يبقى مسكون، هو فيلم رعب؟ احنا هنروح بالليل ونقول يا اهل الدار. فضلوا ساكتين لدقايق طويله، وكل واحد فيهم بيبص في حته شكل. صوت عربيات الشارع هو الحاجه الوحيده اللي كانوا سامعينها في الوقت ده. وفي الاخر سامي قال: انا مش هسقط تاني، لو فيها موتي مش هسقط. اتفقوا يتقابلوا قدام قهوه صغيره موجوده في الطريق اللي بيودي للهرم. الساعه جت حوالي 9، زميل ليهم اسمه كريم كان معاهم في نفس الدفعه، وصل له فويس واتساب من خالد بيقول له: في كيمو، ازيك يا صاحبي؟ بقول لك ايه، انا عارف انك ما جيتش النهارده، بس النهارده دكتور فوزي حاط لنا كل واحد فينا التقرير الميداني اللي هيعمله، بعتنا للموقع المقفول اللي جنب هرم زوسر. مش فاهم دماغه فيها ايه بصراحه، احنا رايحين النهارده بالليل، بس لو ما رجعناش يبقى اطمن علينا يا عم. كريم سمع الفويس ورد على خالد بمسج فيها هزار، يقول له: يا عم هترجعوا يا عم، ايه الاوفر ده؟ كانش حد يعرف ان خالد كان بيتكلم بجد وانهم مش هيرجعوا فعلا. الساعه قربت على 12، القهوه قربت تقفل، وكام زبون قاعدين في صمت جوه القهوه، لمبه صفرة موجوده فوق الباب عماله بتترعش، وال3 قاعدين على ترابيزه حديد جوه القهوه. عم سيد القهوجي هو راجل عجوز مقضي عمره في الشارع،
جه وحط الكوبايات بتاعه الشاي على الترابيزه، بص لهم بنص عين وكان في ايديهم رسومات وقال لهم ايه ده، الله طلبة اثار، شكلكم ناويين على حاجه كبيره الليله. محدش فيهم رد بس بصوا له واستغربوا. محمود كان بيقلب في الورق اللي معاه للمره المليون، القهوه ما كانش فيها غيرهم وشويه رجاله بسيطه، ما كانش فيه غير صوت عقارب الساعه تك. خلصوا الشاي وسامي هو اللي قام ودفع الحساب. وقفوا التلاتة قدام باب القهوة وبصوا على الطريق الصحراوي الفاضي، السواد كان واكل كل حاجة، مفيش غير أنوار العربيات اللي بتعدي كل فترة طويلة. في نفس اللحظة دي موبايل كريم نور تاني، فويس جديد من خالد: احنا خرجنا من القهوة يا كيمو. القهوجي بصلنا بصة غريبة قوي واحنا ماشيين والطريق فاضي بشكل يخوف. الموضوع بدأ مش مريحنا يا كريم والله، الشارع فاضي فعلا وحتى الكلاب كانت مستخبية ونايمة، عمود منور و10 لا. كانوا بيمشوا خطوات في النور وده في الضلمه. من بعيد بدأوا يشوفوا الكشك القريب بتاع الامن اللي جنب الهرم. سامي قال لو شافونا هنزعل كلنا بجد ومش هنعرف نخش. محمود شاور على شارع جانبي من الشمال قال لهم من هنا. موبايل كريم نور تاني، فويس تالت من خالد، المره دي صوته كان واطي وكانه بيتكلم جنب حد نايم. احنا في شارع جانبي ضلمه، مفيش اي حد حوالينا، كل خطوه بنمشيها بتسمع في ودنا كأن في حد ماشي ورانا. الموضوع مش مريح بجد. الفويس كان قصير، قفل فجأة كأن خالد خاف حد يسمعه. بعد حوالي ساعة مشي في الضلمة وصلوا أخيرا يكون قدامهم سور حجري قديم متشقق وشكله مهجور. محمود رفع الكشاف بتاع موبايله، النور الضعيف كشف عن فتحة صغيرة موجودة في السور، تكفي إن شخص واحد كفاية يعدي منها. وقفوا في لحظات في صمت يبصوا على الفتحة دي، كانت شكلها نقطة اللا عودة. محمود كان بفضوله أول واحد يعدي وأول واحد ياخد الخطوة ويخش فعلا. سامي من كتر يأسه وخوفه دخل وراه وخالد كان آخر واحد. قبل ما يدخل بص ثانيتين وراه على الطريق وشكله كان بيودع المنطقة اللي هو كان فيها. أول ما عدوا من السور حسوا بالفرق، الجو كان أسقع وبقوا بياخدوا نفسهم بصعوبة، ريحة تراب قديمة ورطوبة بدأت تضرب في مناخيرهم والأرض كانت كلها حصى وزلط. ومع كل خطوة الكشافات بتاعت موبايلهم كانت بتكشف اللي موجود على الحيطان، عواميد مكسورة، نقوش باهتة. محمود طلع كشكوله وقعد يكتب في ملاحظات كأنه نسي الخوف كله من كتر انبساطه وإثارته بالموضوع. سامي كان واقف عمال بيهز في رجليه ومتنرفز وكل شويه يقول يلا يا جدعان هنكتب اي كلمتين ونمشي من هنا بسرعه. وخالد كان ساكت بس كان ماسك كشاف موبايله بيلف ببطء على الحيطان كأنه بيدور على حاجه. فجأة نور كشاف خالد وقف على جزء معين كان فيه نقوش مختلفه مش زي اي نقوش فرعونيه شافها، كانت عباره عن خطوط حاده متداخله ببعض ودوائر صغيره ورموز غريبه شكلها مش مفهوم. محمود قرب وبص وتنح وقال الحاجات دي مش موجوده في اي كتاب من اللي ذاكرتهم قبل كده، دي مش هيروغليفي، دي حاجه تانية. وخالد كان ساجد تماما، كان ماسك موبايله وبيلف بالكشاف ببطء على الحيطان كانه بيدور على حاجه ما يعرفش هي ايه. هنا النقوش كانت مختلفه مش زي اي نقوش فرعونيه ممكن تبقى شفتها قبل كده، كانت عباره عن خطوط حاده متداخله ببعض. محمود قرب وبص وقال بصوت واطي الحاجات دي مش موجوده في اي كتاب من اللي ذاكرتهم، دي مش لغه هيروغليفيه، ده ممكن حاجه تانية. سامي زعق وقال يا عم لغه اولى لغه تانية انا ماليش دعوه انا عايز اخلص وخلاص. خالد من غير ولا كلمه مد ايده ولمس النقوش دي، قال بصوت غريب الحجر هنا ملمسه مختلف كانه لسه منحوت امبارح. فويس رابع وصل لكريم صاحبهم، صوت خالد كان واطي ومتقطع: احنا جوه هو يا كريم، المكان شكله متسبق له كرون والنقوش على الحيطان شكلها غريب قوي بجد. وفجأة الفويس خلص. محمود وهو بيتحرك بسرعة علشان يشوف أي حاجة يكتبها في كشكوله، الكشكول وقع من إيده واتقطعت ورقة بالغلط، وهو بيلم الورق بسرعة صفحة اتقطعت منه وفضلت مرمية على الأرض، محدش فيهم خد باله. الصفحة دي كان مكتوب في أولها جملة بخط محمود: تسلسل البوابات السبع، النظرية المرفوضة. جمعوا الورق وفضلوا ماشيين جوه الموقع أكتر. المكان كان فيه كمية سكوت غريبة، سمعوا صوت حجر صغير بيتدحرج من مكان عالي. التلاتة وقفوا مكانهم كأنهم اتجمدوا. سامي قال ممكن يبقى فار مثلا، عادي يا جدعان. كملوا ماشي بس المرة دي كانت خطواتهم أب وكل واحد فيهم كان بيبص حواليه. موبايل كريم نور تاني بس تقريبا للأسف دي كانت المرة الأخيرة. وصل لما داس عليه سمع صوت خالد وهو مرعوب: كريم في صوت، والله العظيم في صوت حوالينا، مش صوت حيوانات، صوت كأن في حد بيجر حاجات تقيلة على الأرض. وفجأة صوت خالد بيصرخ والفويس اتقفل ومفيش أي رسالة بعدها، مفيش أي مكالمة ولا أي حاجة تانية جت منه. كشاف موبايل سامي بدأ ينور ويطفي والبطارية خلصت. من اللحظة دي لا صوت ولا خبر ولا أثر. تاني يوم عدى وتالت يوم عدى وبرضه ما ظهروش. الأهالي بلغوا الشرطة والشرطة بعد بحث عرفوا إن القهوجي هو آخر واحد شافه. قال في التحقيقات: أيوة يا باشا، قعدوا في القهوة عندي حوالي ساعة إلا ربع، والواد أبو شعر ناعم هو اللي حاسب على الشاي اللي خدوه، ما كانوش بيتكلموا كتير، شكل كان في حاجة قلقاهم بس كانوا ماشيين عادي.
بعدها ما شفتش ولا واحد فيهم تاني، ولا حتى حد جه سأل عنهم غير حضراتكم. 3 طلاب في كلية الآثار، محمود وسامي وخالد، اتحولوا لمجرد أسماء في محضر اختفاء. كل اللي باقي منهم دلوقتي كان فويس واتساب متقطع على تليفون واحد من صحابه، وشهادة القهوجي وحتة ورقة موجودة في أول مكان أثري، وخلاص على كده. محدش عارف يوصل للمكان ده تاني، ومكتوب عليه تسلسل البوابات السبع. ومن يومها والقصة مفتوحة، محدش عارف ايه اللي حصل وايه الغرابة دي، ايه الصوت اللي سمعوه قبل ما يختفوا، والسؤال الأهم اللي لسه بيدور في دماغي لحد النهاردة، ما راحوا فين؟ انت قول لي ايه رأيك؟